مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإرثية أستهلها بالعناوين. إصابة 92 مواطنا بفيروس كورونا. أسرة إريترية تتبرع بمليون نقفة لصالح برامج التصدي الوطني. مقتل 50 على الأقل واختطاف عشرات الأطفال في هجوم مسلح بنيجيريا. كوريا الشمالية تنتهك العقوبات الجديدة وتطلق صاروخان باليستية. الصين تحقق نموا هو الأعلى منذ عقد في عام 2021. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في أقاليم الأوسط والجنوب وشمال البحر الأحمر أظهرت إصابة 92 مواطنا بفيروس كورونا، وظهرت 79 من الإصابات في مراكز العزل في الإقليم الأوسط، وهم من بيت مخا وأربعة اسمرة وعد نفاس وعد أبيتو وآخرية وماي تمناي وقجرت وأبشاول وسنبل وعد سلدايت، ومصابون قادمون من نفاسيت وكرن وحقات وأدبار وعد خالة وماي منه، وثماني إصابات في مراكز الفحص في الإقليم الجنوبي، 6 منها في مندفرة وواحدة في كل من مايمينة وصرونة، وخمس إصابات في مركز العزل في مصوع بإقليم شمال البحر الأحمر. في غضون ذلك شفي 73 مريضا من كورونا كانوا يتلقون العلاج في مستشفيات الإقليم الأوسط، وتوفي رجل يبلغ من العمر 73 عاما من إقليم عنسبة. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9002، شفي منهم 8344 وتوفي 88 مريضا، فيما لا يزال 570 يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 17 من يناير 2022. أعلنت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في الاجتماع التقييمي الذي عقدته في 17 من يناير العمل لتطوير قدرات أعضائها. أوضحت الجمعية تنفيذ أنشطة تأهيل ومساعدة الأعضاء ودعم العاملين في تربية الحيوان ومتابعة المشاريع المسيرة بالقروض. وأشار التقرير المقدم في الاجتماع إلى تقديم قروض بأكثر من 27 مليون نقفة لرفع القدرات الاقتصادية للأعضاء والتأهيل بالمواشي وتنظيم دورات تدريبية مهنية. وقال رئيس الجمعية الأستاذ جبر برهان إياسو بشأن برنامج عمل عام 2022 إن التعرف على الأعضاء المسنين ومساعدتهم وتحسين التجهيزات ومتابعة تنفيذ المشاريع ستكون من البرامج الأساسية. وأوصى الاجتماع لرعاية الأعضاء المحتاجين وتوازن إيرادات ومنصرفات الجمعية وتنظيم التدريب للمعاقين الراعين لتحسين حياتهم. تبرعت أسرة إريترية تقيم في بريطانيا العظمى بمليون نقفة لصالح برامج التصدي الوطني. وأوضحت المعلومات التي أرسلتها لجنة التصدي والتنمية في بريطانيا بأن السيدة مريم ياسين موسى مع أسرتها الكريمة قد تبرعت بهذا المبلغ المالي. يذكر بأن هذه الأسرة الإريترية قد قدمت تبرعات مماثلة في مختلف الأوقات. بحثت إدارة مديرية عصب في الاجتماع التقييمي الذي عقدته لأنشطتها العام الماضي، بحثت برامج العمل للعام 2022. وأوضح مدير المديرية السيد تسفاي زرقي في التقرير الذي قدمه في الاجتماع أن توسيع نشر أنابيب المياه وصيانة خطوط المياه من مصدر حرسيلة إلى عصب وإصلاح وتوسيع الطرق وتبديل أعمدة الكهرباء وتمكين الشباب من البرامج المنفذة. وأشاد بالمشاركة الواعية في انتخابات إدارات الضواحي ولجان القرى، وقال إن الدعم المالي والعيني للمحتاجين وأسر الشهداء له دور إيجابي في حياتهم المعيشية. وأشار إلى المشاركة الفاعلة لسكان وأعضاء قوات الدفاع ومؤسسات الحكومة والجبهة في الأعمال المنفذة، داعيا لمواصلتها. وقدم المشاركون آراء تساعد للدفع بتطوير الخدمات الاجتماعية.
استشهد في 16 من يناير المناضل الرائد تاد سابرا مسؤول التحقيقات الجنائية في شرطة إقليم جنوب البحر الأحمر عن عمر بلغ 64 عاما جراء مرض فجائي. التحق المناضل الرائد تادسي بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر يونيو من عام 1975، وخدم في مرحلة الكفاح المسلح في القوات المقاتلة وأجهزة التنظيم، وعمل بعد الاستقلال في شرطة إريتريا حتى تاريخ استشهاده. المناضل الرائد تادسي أبرها متزوج وأب ل4 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى عصر يوم الاثنين 17 من يناير في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب شرطة إريتريا عن بالغ حزنها لاستشهاد الرائد تادسي أبرها، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه وزملاء العمل. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أغار عشرات المسلحين على قرية في شمال غربي نيجيريا وقتلوا ما لا يقل عن 50 من السكان، وخطفوا زعيما قبليا والعديد من النساء والأطفال. وقال عبد الله كرمان وناشي وهو قيادي محلي بحسب وسائل إعلام أمريكية إن العشرات من المسلحين على دراجات نارية دخلوا قرية دانكيد الواقعة بولاية كيبر، وتبادلوا إطلاق النار مع جنود ورجال شرطة محليين. وأجبر الهجوم قوات الأمن المحلية على التراجع، واجتاح المسلحون المنطقة وأحرقوا المتاجر وصوامع الحبوب، وسرقوا الماشية في غارة استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح. ويأتي الهجوم الأخير بعد أسبوع من قيام مسلحين بقتل 200 شخص في ولاية زنفار المجاورة. وقال الرئيس محمد بخاري في بيان إن الجيش بدأ عملية عسكرية كبيرة في ولاية النيجر بجوار كيبي لتطهيرها من قطاع الطرق ومسلحي جماعة بوكو حرام الإرهابية. أطلقت كوريا الشمالية ما يشتبه بأنهما صاروخان باليستيان على ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، فيما يمكن أن يشكل رابع اختبار لأسلحة تجريه الدولة المسلحة نوويا هذا الشهر. ومع استمرار توقف المحادثات مع الولايات المتحدة، يبدو أن بيونغ يانغ عازمة على تحديث ترسانتها العسكرية، واختبرت صواريخ فرد صوتية مرتين هذا الشهر، وأطلقت صاروخين تكتيكيين موجهين محمولين على قطارات ردا على العقوبات الجديدة. وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن الجيش الكوري الجنوبي رصد صاروخين يشتبه بأنهما باليستيان وقصيرا المدى أطلقا باتجاه الشرق من مطار سونان في بيونغ يانغ. وشرعت بيونغ يانغ في سلسلة من الاختبارات الجديدة منذ تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مواصلة بناء القدرات الدفاعية للبلاد خلال اجتماع مهم للحزب الحاكم الشهر الماضي. حققت الصين نموا سنويا بنسبة 8.1% في عام 2021، وهو الأعلى منذ ما يقرب من 10 سنوات، على الرغم من أزمة العقارات وعودة انتشار الوباء الذي يرخي بثقله على تعافي العملاق الآسيوي. إلا أن المكتب الوطني للإحصاء أشار إلى أن النمو الصيني تباطأ في الربع الأخير مقارنة ب4.9% في الربع السابق. وقال المسؤول في المكتب الوطني للإحصاء نينغا جيزا في مؤتمر صحفي إن الاقتصاد الصيني يواجه ضغوطا ثلاثية ناجمة عن انكماش الطلب وضغوط على سلاسل التوريد وخفض التوقعات. ويعد هذا النمو الأسرع وتيرة منذ العام 2012، وكانت بكين تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 6% لعام 2021. أجبرت عاصفة شتوية كبيرة ملايين الأمريكيين على البقاء في بيوتهم في ظل تحذيرات مصلحة الأرصاد الجوية من ثلوج كثيفة تصاحبها رياح قوية وأمطار ثلجية قد يصل سمكها إلى 30 سنتيمترا. وألغيت آلاف الرحلات الجوية بسبب الظروف المناخية الحالية التي تأثرت بسببها عدة طرقات من بينها محاور رئيسية، مما عطل حركة السير وغلق جزءا من طريق سريع يربط بين الولايات في كارولاينا الشمالية.
وأوضحت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية أن الرياح قد تصل إلى قوة إعصار على ساحل البلاد المطل على المحيط الأطلسي. وأشارت ولايات عدة إلى تأثر محاور الطرقات الرئيسية بالعاصفة، ويشمل الإنذار بهبوب العاصفة أكثر من 80 مليون شخص على ما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية. وقد ألغيت حوالي 3000 رحلة داخلية ودولية. في ختام نشرة أخبار المساء تذكير بأهم عناوينها. إصابة 92 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. جهود لتطوير قدرات المعاقين. أسرة إريترية تتبرع ب1,000,000 نقفة لصالح برامج التصدي الوطني. مقتل 50 على الأقل واختطاف عشرات الأطفال في هجوم مسلح بنيجيريا. كوريا الشمالية تنتهك العقوبات الجديدة وتطلق صاروخان باليستيان. الصين تحقق نموا هو الأعلى منذ عقد في عام 2021. انتهت نشرة أخبار المساء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.